سلام حبيبتي، اليوم ان شاء الله راح نديرو غدا اقتصاديه 100%. واش عندنا؟ انا كنت وجدت الخضره تاعي: بطاطا، قرعه، باذنجان كنت قليتهم من سبق، عندي 3 بيض، زوج ياغورت ناتور، جبن مبشور، عكري، ملح، تابل خاص بليكغاتا. عندي 3 حبات بيض. الحاجه الاولى راح نديرو 3 حبات بيض في الغيسيبيون، نديرو كاس حليب يكون دافي، نزيدو زوج علب ياغورت ناتور. هاد الكغاتا اقتصادية، ما فيها لا دجاج لا لحم، بالأخص الأخوات اللي تكون عندها خضرة في البريجدان تاعها وحبات قلال وما عرفتش واش دير بيهم، دير هاد الكغاتا اقتصادية، والعائلة الله يبارك كامل تاكل منها. قلت لكم درت 3 حبات بيض، كاس حليب دافي، وزوج علب ياغورت ناتور، ونزيدو نضيفو كمية تاع الجبن، عفوا نديرو تابل خاص بليكغاتا، كمية من الملح يقعد على حسب الذوق، عكري وتابل كذلك خاص بليكغاتا، ونزيد شوية جبن مبشور، واللي عندها جبن أبيض تقدر تضيفو. هنا بعد ما خلطت هاد السوائل مع بعض، وانا كنت ديجا راني نسخن في الفرن على 180 درجة، نخلط هاد المقادير، هاد السوائل عفوا، كامل مع بعض. دوكا نضيفو البطاطا تاعنا، نزيدو نضيفو زرودية كنت مقطعتها دي روندال رقاق، وحبة تاع باذنجان ما خليتهاش طول في المقلة، واحد 3 دقائق ونحيتها. هنايا بعد ما خلطت كامل الخضرة ديالي في السوائل، حكمت المول تاعي بلا ما دهنتو، فرغت الخليط. دوك ندخلو يطيب لنا غير البيض والسوائل والجبن في نفس الوقت. دوك نضيفو الجبن من الفوق وندخلها طيب مدة 10 دقائق، ومن بعد ان شاء الله نشوفوه في شكله النهائي. هذه هي الكغاتا، سهلة واقتصادية، ومقاديرها سهلة وتوجد في رمشة من عين. أكثر من هذا بنينة بالبزاف، نتمنى إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما بقى لي في الآخر غير نقولكم ما تنسونيش في تعليقاتكم، وتفعلوا زر الجرس والاشتراك باش يلحقكم كل ما هو جديد. سلام.